أهلا بيكم. النفس في الأكل. ست ليها نفس في الأكل وأكلها جميل جدا ورائع، ودايما نعتاد على تناوله ونفرض نفسنا عليها عشان ناكل من أكلها. وناس تانية نفسها في الأكل لأ، الأكل مستوي لكن طعمه مش زي مش مرغوب قوي، وهي تأدية واجب يعني. الحقيقة ان كمان الحاجات دي يعني ناس كتير قوي في بيوتها بتحاول توجد ده. ليه؟ لان الاثر الصحي من الاكل اللي له نفس وطعم وريحة، والشكل اللي بيقدم بيه شكل يعني فاتح للنفس ومشهي. كلنا بنبحث على الشيء اللي ممكن يزود رغباتنا في الحياة ويزود متع الحياة. وإن كانت متع الحياة موجودة، فبتبقى موجودة في الشيء اللي بتبقي على الحياة. يعني أكل كويس، لبس معين، مزاج مرتفع وقيم، صحة جيدة. وكل الكلام ده ممكن يبقى موجود في الأكل أو أثناء تقديم الأكل. طيب يعني ايه نفس في الاكل؟ نفس في الاكل يعني بالرغم من الخبره اللي ممكن مقدم الاكل او طاهي الاكل بتبقى عنده. ست البيت بيبقى عندها خبره قوي في اعداد الاكل، خاصه بعد سنوات طويله من تعودها على ده، لكن مش كافيه لانها بسرعه تبقى في نفس في الأكل مصاحب للأكل اللي بتعمله. بدليل ستات البيوت العاملات، أغلب ستات البيوت العاملات بتلاقي إن الأكل بتاعهم نفسه مش بالجودة ولا التفنن اللي بيبقى موجود عند ستات تانية، وده لسرعة ضغط الحياة عليها، وإنها بتعمل أكل ممكن يبقى أكل يومين يتعمل في يوم أو أسبوع في يوم. وإن الأكل اللي هو بيتعمل بيبقى فيه سرعة في إعداده، والحاجات دي لا تكسب الأكل الطعم المميز. حاجة تانية، إن الستات الكشريات اللي بيبقى مش مبتسمة، دمها مش خفيف، بتلاقي غالبا أكلها برضه بنفس الطعم اللي مش فيه الجودة والتميز اللي موجود في الأكل اللي له نفس. طيب يعني إيه؟ يعني الأكل لو أنت هادي نفسيا هتشتغل وأنت بتسوي الأكل على نار هادية. والنار الهادية هي أفضل ما يعني أفضل طرق الطهي اللي ممكن تبقى موجودة في أكلنا. النار الهادية بتوصل درجة التسوية للمركز بتاع الأكل، أو لمركز الخلية اللي موجودة في منتصف القطع الأكل اللي بنعملها، وبالتالي بيتم الطهي الكامل ليها. وانت هادي وانت مبتسم بتبقى متقبل طول فترة الطهي، مش بتبقى قلقان ومتسرع منها، وبالتالي بتدي كل شيء حقه في الإضافات الغذائية ليه، توابل، وإنك ما تكسلش وإنت بتعمل صنف غذائي معين، من إن أنا إزاي أفرم الطماطم أو إزاي أتبل الأكل ده. وبالتالي طول البال مع النار الهادية بيدي الأكل الطعم الحلو ده. طيب كل ده طول البال واللي احنا بنتكلم عليه الحاجات الجميلة دي لازم لها بال رايق. والبال الرايق مش دايما يبقى انا خالي من النغص، محدش خالي من النغص، لكن دايما تقبلك للحياة وتقبلك للأفراد اللي موجودين في البيت بيبان على وشك. بتبقى مبتسم وانت بتشتغل، بتبقى هادي وانت بتشتغل. اللي بيطلب منك طلب ما صوتك ما بيعلاش عليه، بتبقى متقبل الأمور. وده بيضفي الحقيقة كمان على المتقبل الأكل منك نفس الهدوء ده. بمعنى ان لو انت موجودة في بيت زوجك موجود وانت هادية وبيلاقيك بتبتسمي، تأكدي ان هو كمان هيبقى مبتسم، حتى وان كانت أعباء الحياة عليه طاغية. لكن قدرتك على إيصال الابتسامة قبل الأكل تعملي الضبط لمستوى هرموناته في الجسم. يعني الهضم بتاعه هيكون كويس، امتصاص الأكل واستفادة الجسم منه هيبقى كويس، راحة البال وهو بياكل بيخليه ينتبه للحوار معاكي وللضحك معاكي قبل ما ينتبه فقط لأنه يملى المعدة. وبالتالي بتساعدي على إنزال وزنه وعلى الاستفادة من قيمة الأكل الطبيعية. لكن في هنا حاجة مهمة بقى، الموضوع الأكل مش نفسه بس، لكن كمان قيمة غذائية. يبقى أنا لازم يبقى عندي ثقافة غذائية، أنا بحط أصناف إيه مع إيه. في حاجة هتمنع حاجة من الامتصاص، في حاجة هتخلي الأكل بتاعي ناقص. يعني ستات البيوت اللي بتعمل طبق فول، فول لو مهروس كويس
شلت القشرة من عليه أنا ما عقدتش هضمه. لو القشرة تم فرمها أو شيلها الهضم هيبقى سهل. لو حطيت بيضة مصدر بروتين حيواني أصبحت فيه حديد وبروتين حيواني زي البروتين النباتي اللي موجود في الفول. لو في رغيف كويس جدا وفي ردة ضفت ألياف وضفت كربوهيدرات. لو في ليمون في فيتامينات، فيتامين سي. لو في سلطة فيها كم الفيتامينات ومضادات الأكسدة اللي بدور عليها. حضرتك عملتي وجبة كاملة بطبق فول بالإضافات اللي ضفتيها. وأحيانا يعني نقول إن حط المثل ده قدامك، ادرسي وثقفي نفسك ايه اللي ممكن يفيد واقدمه في الوقت المناسب. اقدر اشيل التوتر والقلق من كل افراد البيت، ادعم نمو ابني، ادعم نومه، ادعم ذكائه ومذاكرته، وكمان اقدر انا احافظ على قوة افراد اسرتي بما اقدمه من طعام. ودايما متذكر كلمة استاذ درس لي بيقول ان صحة افراد الاسرة فيما تقدمه الام لافراد اسرتها من أغذية. يعني السلة أو اللي بتجيبي فيها الأكل من السوق هي دي سلة الصحة، زي إنها سلة الغذاء وتنوع الغذاء هي دي سلة الصحة. أعمل أكل مطهي على نار هادية ببال رايق وابتسامة حلوة، وإضافاتي تبقى عالية التقنية. ودايما اللي يكلمني أنا هادي جدا، لأن أنا مصدر الألفة والقلب. ربنا حبى الأمهات بالقلب الكبير لأن الكل بيلجأ ليها بلا تعصب. بالعكس كلنا بنفرغ عند السيدات كل الهموم والنغص عندنا وبتتقبله بصدر رحب. ودي يكفيها ان الجنة تحت اقدامهن، فما بالك بقى لما يبقى في الدنيا هم رحمة، وكمان في الآخرة الود والرحمة للآباء بقى سبيل من سبل الجنة. ومش ننسى أبدا النبي لما وصانا إن إحنا يعني قال إن الواحد لو ما حصل أب من آبائه أو أمه أو الاتنين ولم يدخل الجنة فقد خسر. تحياتي ليكم، صباحكم سعادة دايما يا رب في صحة وسعادة. الأكل نفس وقيمة. أهلا بيكم. النفس في الأكل. ست ليها نفس في الأكل وأكلها جميل جدا ورائع، ودايما نعتاد على تناوله ونفرض نفسنا عليها عشان ناكل من أكلها. وناس تانية